مساء الفل. صاحبة مشكلة النهاردة بعتيلي بتحكيلي جوزي مسافر وحياتي معاه متعبة جدا لأنه بارد معايا ومفيش اهتمام ولا مشاعر ولا أي حاجة من ناحيته خالص. المهم لقيت على الفيسبوك ناس بتنصح تعمل حساب مختلف وتكلم جوزها من عليه وتحاول تتعرف عليه من أول وجديد وتقرب منه وتعرف أكتر عنه وتحاول تشوف إيه اللي مخليه يبعد عن مراته أو يكلمها ببرود أو من غير اهتمام. فعملت أكاونت فعلا وكلمت جوزي منه، والمصيبة إنه اتفاعل معايا، اهتم بيا وبقى يستنى رسالتي وكلمني في كل خصوصياته وحياته مع مراته وشغله، وللأسف خني وعايز مني نبقى مش أصدقاء، وعايز يقابلني وبيقولي بيحبني ومش بيحب مراته. أنا معايا ولدين، إيه الحل دلوقتي؟ أنا مصدومة، بقول يا ريتني كنت فضلت على عماية أحسن. عايزة أشكرك قوي على شجاعتك إنك تشاركيني المشكلة دي، لأنك هتنور لنا كلنا نقط كتير مهمة. اسمحي لي أبدأ من الآخر، من جملة يا ريتني فضلت على عماية أحسن. ربنا لما قال لنا لا تجسسوا، جزء كبير من ده لأنه حق من حقوق الغير وهو خصوصية، ولكن أعتقد إن جزء كبير منه رحمة بينا إحنا. منتهى الرحمة إن أنا يبقى في حد قدامي عنده أفكار ومشاعر معينة وأنا معرفهاش لأن ما قدرليش لسه إن أنا أعرفها. منتهى الرحمة إن حد اتكلم عليا بطريقة مش كويسة وأنا معرفتش. عشان كده التفتيش في المستخبي عموما ما بيكونش صحي وما بيكونش مفيد، بالذات وخصوصا في العلاقات. ساعات إحنا بنكون قلقانين، حاسين بعدم أمان، موجوعين، فممكن ناخد قرار انفعالي، اخد نصيحة من على الفيسبوك ناس غريبة أنا معرفهاش، ما عدتش النصيحة دي على منظومة قيمي أنا، ما عدتهاش النصيحة دي ممكن تنفعني وتفيدني أنا أو أولادي، أو ممكن نتيجتها تضرني أنا أو أولادي. عشان كده أنا بشكرك قوي إنك نورتلنا عواقب ده، لأنه للأسف بيحصل كتير. ساعات اللي ممكن يساعدنا في الموقف ده قبل ما ناخد قرار انفعالي مبني على العاطفة إننا نلعب لعبة اسمها قلب الترابيزة. يعني في قصة حضرتك كنت قلبت الدور وقلت لو جوزي هو اللي متضايق من بعده عني أو من بروده معايا، كنت أفضل إنه يستخدم الطريقة دي، ولا كنت أفضل إنه يجي ويسألني عن حالي ويشوف أنا ليه بعيدة أو ليه مش مهتمة أو ليه حاسة ببرود، ونحل ده بينا عن طريق تواصل مباشر بينا وبين بعض جوه البيت. جوزك ممكن يكون عنده مشاكل في شغله، ضغوط في حياته، ممكن جدا يكون في حاجة في علاقتكم ببعض مش مريحاه، ولكن هو ما فتحش التواصل مع حد غير لما احنا فتحنا له ده. لأن انتي لما هتتعاملي مع جوزك، انتي زوجة، هتتعاملي كصديقة، انتي فاهمة كويس، بتحسي بيه، بتعرفي بيحب ايه، بيكره ايه، فطبيعي جدا انه يحصل عنده نوع من الانجذاب، لأنك نفس الشخص مش حد تاني. كأني أنا فتحت لجوزي الباب إنه يرتاح معايا بس في صورة شخص تاني، وده أكيد كان صعب عليكي قوي. معرفش حجم العلاقة وصلابتها بينكم تتحمل المصارحة في ده ولا لأ. لو تتحمل، أتخيل إن الاعتذار وشرح أسبابك وليه أنتي عملتي كده وإن مش هنعمل كده تاني ونبني على اللي احنا already ابتديناه مع بعض ممكن يكون مناسب، لأنه ما يبقاش في حاجة مستخبية بينكم أو ما يعرفش بعد كده بطريق غير مباشر. ولو حجم العلاقة بينكم ما يتحملش ده، أو إن أنا أقول له بصراحة ده ضرر ويبقى أكتر من نفعه، أتخيل إن أنتي إعادة توجيه كل الطاقة دي بالمشاعر والاهتمام والقرب والتواصل نرجع ونوجهها بينا بره البيت، لأنه بما إنه حصل على السوشيال ميديا ده معناه إن ده ممكن يحصل بينا لو وجهنا المجهود في الطريق السليم. والله أعلى وأعلم.